تعالوا النهاردة نعمل طريقة عمل البرجر بالتفصيل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتعمل معاكم كمية حلوة قوي. البرجر من الحاجات اللي دايما بنحبها احنا ولادنا، بس لما بنيجي نشتريه من بره بنحس ان هو ناقصه حاجة، او الشركات الموثوق فيها بيكون سعرها عالي قوي. النهاردة هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيعمل معانا كمية حلوة قوي. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة هجيب بصلة متوسطة، هقشرها بالشكل ده، وبعد كده هفرمها في الكبة الفرم ناعم. ضروري قوي ان انا اضيفها في الكبة زي ما انتم شايفين كده، وافرمها فرم ناعم. وبعد كده برجع ان شايفين لما توصل للمرحلة دي هرجع اضيف ليها شوية من الفلفل الحلو او الحار على حسب ما تحبوا. المهم لما يتفرموا كويس قوي بالشكل ده هاخدهم وهصفيهم، هعديهم كده على مصفى ناعمة علشان اصفي كل السوائل او المية الزيادة اللي فيهم، والخطوة دي مهمة جدا. معايا هنا بقى 900 جرام من اللحمة او كيلو من اللحمة. طبعا يستحسن ان احنا نستخدم اللحمة البلدي، بيكون طعمها حلو، بس النوع ده برضو انا بستخدمه بيكون حلو جدا في الكفتة او في البرجر. هفرم اللحمة كويس قوي، وبعد كده هرجع اخد البصل والفلفل اللي انا صفيتهم كويس قوي. بعد كده هرجع اضيف معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. هضيف بعد كده بيضة كاملة، وهضيف كيسين كبار من خلطة البرجر. لو مش حابة تضيفي البيض ممكن تستغنى عنه، ولكن هو اضافة حلوة بتخلي البرجر معانا طري. ومعلقتين كبار من النشا. وهفضل افرم الكبة كده، افرم سوري اللحمة في الكبة كده لمدة 5 دقايق لحد ما اللحمة توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. قوامها بيكون طري، ده القوام الحلو ليها. ما تخافوش بعد كده لما هنرجع نسويها هتلاقوا القوام بتاعها متماسك. هحطها في بولة بالشكل ده، وهجيب كيس تلاجة، وهسيب عجينة اللحمة او عجينة البرجر في التلاجة لمدة ساعتين قبل التشكيل، والحركة دي مهمة جدا. بعد كده هجيب مكبس البرجر بالشكل ده، وهجيب بقى اكياس تلاجة هكون مقطعاها بالشكل ده، هحطها في المكبس. وبعد كده هجيب القطعة المناسبة. طبعا تقدري تستخدمي الميزان او بكفة ايدي كده توزني قطعة اللحمة، وبعد كده بتقفلي بالكيس وبتضغطي كويس قوي علشان تاخد شكل البرجر اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. طبعا عملت معاكم قبل كده برضو برجر الفراخ، هتلاقوه على القناة في الفيديوهات. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ان طريقة الفرم وطريقة التشكيل ما بتاخدش وقت خالص، يعني هي بالظبط اخدت معايا ساعة الكمية دي كلها، وكانت جاهزة معايا بالشكل ده. وكيلو البرجر او كيلو اللحمة سوري بيعمل معاكم تقريبا 2 كيلو من البرجر صافي يعني، بالاضافات طبعا اللي احنا ضايفينها. وعايزه اقول لكم ان ده كمان لحمه صافي، يعني احنا ما ضفناش غير كيسين من خلطه البرجر ومعلقتين من النشا. لكن في طريقه تانية، وهي ان احنا بنضيف فول الصويا، وده بيكتر معانا او بيدينا كميه اكبر للبرجر. برضه هعمله معاكم قريب ان شاء الله، طريقه البرجر الاقتصادي اكتر من دي. شايفين بقى البرجر حلو ازاي؟ طبعا بخلص الكميه كلها بحطها في الفريزر. انا بقدمه بقى مع مكرونه اسباجيتي. ضفت هنا بصله متوسطه متقطعه صغير بالشكل ده على 3 معالق كبار من الزيت، ونزلت كمان بفص واحد من التوم، وهشوح كده البصل والتوم كويس قوي. وبعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم، هتبله بشويه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه من البابريكا، وكمان ربع معلقه صغيره من الشطه حسب الرغبه، معلقه نص معلقه صغيره من الكمون، واتنين من مرق الدجاج الفوري. وهقلب بقى الكلام ده كويس قوي مع بعض. وبعد كده هنزل بكيس من الصلصة الجاهزة، ده الكمية دي لنص كيلو من المكرونة. هسيب بقى الطماطم دي تتسبك كويس قوي كده لمدة مثلا 5 دقايق. وبعد كده هنزل عليها بنص كيلو من المكرونة الاسباجيتي المسلوقة، سلقتها في مية وملح. وبعد كده صفيتها كويس قوي. وبعد كده بقى ضفتها على الصلصة. طبعا تقدروا تقدموا البرجر مع العيش، يعني تعملوه سندوتشات. انا النهارده قدمته كده مع المكرونه. هنا خلاص بقى طلعت البرجر من الفريزر. انا لما سويت المكرونه كان البرجر مسك شويه نفسه في الفريزر
في جريل بقى او في طاسة زي ما انتم شايفين كده. بضيف شوية من الزيت مش كتير، وبعد كده هنزل بقى بقطع البرجر اللي عندي. طبعا عشان البرجر مش ضايفين له اضافات كتيرة، يعني يعتبر لحمة صافي زي ما قلت لكم، بيكش معانا شوية. بديله كده على كل ناحية دقيقتين 3، وبعد كده بخرجه بقى من الطاسة وبقدمه مع المكرونة الاسباجيتي اللي عملتها معاكم. وقدموه بقى كده بألف هنا وشفا. بيعجب الولاد جدا سواء كان مع المكرونة او في سندوتشات، وحاجة كده مضمونة ونظيفة وعاملينها في البيت وضامنين الاضافات اللي ضايفينها للحمة. لو عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.